السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجلت الفيديو ده يا جماعة، كنت ناوي أعمله بعد ماتش الزمالك وسيراميكا، بس أنا حافظ إن لازم ده يختم بماتش الأهلي. يا جماعة خلاص ما تتعبوش دماغنا، والله لا فرق تصرف مليارات، ولا فلوس تتصرف على منظومة، ولا حكام، ولا فار، وفلوس عمالة تتصرف فلوس الشعب على حاجة محسومة معروفة نتيجتها. ماتش الزمالك وسيراميكا هنقول مهزلة بنسبة 60 70%، وعدت. والنهارده بيان لجنه الحكام على بيان نادي الزمالك كوميدي، والله العظيم كوميدي. فكرني بفيلم فريد شوقي لما الراجل غرقه بالميه وقال له انت لازم تمشي في وش الميه، قال لك القرارات مظبوطه وكله فل الفل وتمام يا معلم. كنت مستني ماتش الاهلي النهارده، والله العظيم يا جماعه، يعني احنا مش في رمضان واللي بيحصل ده مش طبيعي. شفنا طول عمرنا حاجات زي كده وشبه كده، بس بالفجر ده بالوضوح ده، لا مش كده. ارحمونا. 3 ضربات جزاء ما فيهمش جدال، واحده تكتيفه MMA بتاعت ديانج لا يا رب بتاعت مروان للعيب والشناوي شال. البرينين التانيين بقى ما فيهمش نقاش، لا محتاجين فار ولا قطه. الكره بتاعت الشناوي اللي يعني ده صحيح بيبص رجل اللعيب بيقول له تعال افطر معانا، نفسه هو الشناوي كان مستني تحسب بيلن، ما رجعش للفار اصلا. امين عمر ماشي. البيلن التاني بتاع ديانج ده مش فارد ايده، ده الشناوي ما بيفردش ايده كده، ده جمهور الاهلي بيعتب على الشناوي ما بيعرفش يفرد ايده كده. طب ليه؟ يعني انا مش فاهم. هل هي مثلا ديانه وطنيه ان الاهلي لازم يكسب بالعافيه، وترجعوا تقولوا نظريه المظلوميه والمؤامره واللي مش ارحمونا والله، لا الحقونا. فيلم نور الشريف، الحقونا. طب ايه رايكم بقى؟ انا عارف ان انا ممكن صوتي ما يوصلش، بس انا بتوجه بقى بنداء للاتحاد الدولي، ماشي؟ شوفوا اللي بيحصل في الكوره في مصر والله يا جماعه. ما انا مش هتكلم بقى عن ده ونتيجته مردوده للمنتخب والكلام ده كله، لا هم المسؤولين عن الكوره في مصر عايزين كده، مش في دماغهم المنتخب. هو المهم ان النوس الاهلي لازم يكسب، الزمالك لازم يخرج من الكاس ويتضغط ويتظلم، والاهلي لازم يتساعد وتحكيم يساعده. يا راجل ده المذيع النهارده بيحكم، بيقول لك لا 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 ما فيهاش اي حاجه. انا اول مره اشوف مذيع بيقول كده. ده المذيع لما بيبقى جاحد قوي يقول لك ايه، ونترك الحكم للجمهور للكاميرات. لا النهارده هو بيقول لك لا ما فيهاش حاجه، يعني انتوا اسمعوا وما تشوفوش اللي انا بقوله لكم تقولوا وراه امين عمر. لا يا جماعه مش كده والله. الواحد ما بيحبش يخرج عن الروح الرياضيه، وطول عمره رياضي وطول عمره بيتكلم في العداله وفي ان الروح الرياضيه ونتقبل الخساره، بس كده غلط. ده ربنا سبحانه وتعالى في القران قال لك ان الله لا يحب الجهر من السوء من القول الا من ظلم. ده ظلم بين. والكلام ده بعيد عن الروح الرياضيه، وبعيد عن ان هي متعه وكوره والكلام ده كله. ده اكل عيش. في ناس بتستفيد وفي ناس بترزق من ورا الموضوع ده. فارحمونا والله العظيم. على راي الله يرحمه سامي العدل لما قال لك انا قعدت مع 2 من المسؤولين عن الكوره وقال اساميهم، وقال لك حلفوا لي بالله ان الزمالك مش هيشوف بطوله طول ما هم موجودين في اي منصب. طب ليه يا عم؟ ما تشجع في البيت، بس سيب الحق ياخد مجراه. ده ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق. ربنا امر بالعدل وحرم على نفسه الظلم في اي حاجه، في اي حاجه. كده كتير والله. وترجع تتكلم مع الجمهور تغيب، يا عيني جمهور الاهلي تغيب. والله العظيم ما بقى بيشوف، ما بقوش يشوف. يعني انا دلوقتي هقعد اتكلم عشان الكوره واقول زور عشان الكوره؟ لا، هقول الحق. كوره بقى امور شخصيه، امور شغل، امور عمل، هقول الحق لان انا ما اعرفش انا هصبح ولا همس. انا بكلمكم في قيمه ومبدا عموما، عشان حرام والله العظيم ما كده. ونرجع نقول منتخب ونرجع نقول نتائج ايه ده اللي بيحصل ده؟ والله العظيم كده كتير. فرقه مصروف عليها مليارات، فرقه بتتسند من كل حاجه، ومن الناحيه التانيه فرقه بيتعمل فيها كل حاجه حرام وغلط وظلم. بيتسحب اراضي ويتوقف قيد ويتظلموا وياخدوا مش عارف فلوس قد ايه. ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ الحقونا بقى، الحقونا والله. تعبنا، حتى المتعه اللي بنتفرج عليها عشان ننسى همومنا سممتوها. كده كتير، كده كتير والله. والمسؤولين صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مفيش، الناس ما بتشوفش، يعني ما بتشمش حتى. كده كتير والله العظيم. انتوا عايزين ايه؟ خلاص اقول لكم على حاجه، هي خلاص احنا نحسمها من اول الموسم، البطولات دي للنادي الاهلي، وانتوا بقى العبوا مع بعض بقى حبايبي وشوفوا ايه نفسكم وكده، عشان هي تمثيليه ومحبوكه ومن ضمن مسلسلات رمضان. يلا
والله العظيم الواحد خلاص بقى مستخسر الكلام. يعني حتى الكلام بحس ان انا لا، المفروض اعمل حاجه احسن من كده، اقعد اعمل اي حاجه تانية. ارحمونا والله العظيم، الحقونا.